السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله معاكم في يوم جديد وفيديو جديد، وعايزه اقول لكم وحشتوني جدا جدا. طبعا فيديو النهارده بسيط قوي، ولكن حبيت اشاركه معاكم يا بنات. عارفه ان المفروض اكون نازله بفيديو اقوى من كده بكتير، ولكن اعذروني يعني. انا بجد يعني بمر كده بايام وبفتره صعبه جدا جدا عليا. فعايزه كده يعني اللي هو ايه، ارجع لكم يكون انا كل كده نشاط وقوه، وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل كده ويعدي الفتره دي على خير. فطبعا حبيت اشارك معاكم فيديو النهارده كده، هو فيديو بسيط ولكن عملت كده تغيير بسيط في المطبخ. فطبعا انا متعوده اي تغيير بعمله في الشقه فبشاركه معاكم يا بنات، علشان خاطر عارفه ان في ناس كتير بتحب التجديد والتغيير، وكمان انا اتعودت اي حاجه بجددها واغيرها في الشقه فبكون مشاركاها معاكم يا بنات وكده. المهم محتاجه منكم دعوه حلوه كده من قلبكم، ولكم بالمثل طبعا. ربنا يعدي الفتره دي على خير باذن الله. وكمان ما تنسيش بقى تدعمي الفيديو باللايك الجميل بتاعك ست الكل. يلا بينا بقى نشوف التجديد والتغيير البسيط اللي انا عملته. انا وريت لكم كده المطبخ في الاول كان النظام عامل ازاي. كان يعني جنب الحوض هنا على طول كنت حاطه حته المطبخ دي يا بنات. وكان بقى ايه يعني على الجنب الشمال بقى كده وانتوا داخلين كان بقى البوتاجاز والفريزر والتلاجة. فانا طبعا جبت بقى ايه الفريزر كده في دخلة الباب وحطيت عليه المنظم بتاع المناديل زي ما انتوا شايفين. وكمان صراحة بحس ان اللهم صل على النبي ان المطبخ كده سهل بجد في تنظيفه وفي كل حاجة يعني. وكمان قلت هو تجديد وتغيير يعني وكده. وكمان حطيت بقى على الفلتر اللي هو الكفر اللي بتاع المروحة ده جبته. حلو قوي نفعني في ككفر كده، حطيته على الايه على الفلتر، بما ان هو ما ينفعش ان احنا ننقله من مكانه يعني. خلاص. وكمان حطيت بقى ايه حتة المطبخ هنا يا بنات زي ما انتوا شايفين، والتلاجة سبتها زي ما هي. وكمان كنت لازقه لو تفتكروا اللي هو الستيكر الحراري اللي هو كان لونه ابيض فيه تشبيحه كده رصاصي، كان جميل جدا يا بنات، كان حلو قوي، كان كتجديد صراحه كان حلو قوي. وكمان كان في حته ملزوقه دلوقتي على الرخامه بتاعه المطبخ اللي انا نقلتها، ولكن ما كانتش كامله للاخر يا بنات فاشتلتها. قلت اما ابقى اجيب بقى ايه غيرها وابدا ان انا الزقه كويس يعني. وكمان قلت بما اني بعمل تجديد وتغيير عشان احس بفرق يعني وكده. طبعا ده الكفر يا بنات اللي بقول لكم عليه شيك قوي وجميل، وصراحه حبيته على الفلتر قوي. هنا سبت بقى الايه الرخامه كده مفيش عليها اي حاجه، وحطيت بقى البوتاجاز هناك وعملت تقفيله كده يا بنات جنب الحته كده حطيت فيها الانبوبه. وكمان حبيت الزق المطبخ كده هناك يا بنات عشان استفاد من التقفيله اللي تحت الحوض هنا، لان لما بزق البوتاجاز هنا قوي فبالتالي ما بستفادش قوي من التقفيله هنا يعني. وكمان حطيت بقى ايه الرف ده على المطبخ زي ما انتم شايفين يا بنات. وحطيت بقى عليه المنظمات الجميله بتاعته دي. وبس طبعا كان تجديد كده وتغيير بسيط، واتمنى يكون عجبكم، بس بجد فرق جدا جدا في نفسيتي ومعايا يعني. بس هو ده كان التجديد والتغيير يا بنات اللي انا عملته. وزي ما قلت لكم هو تجديد بسيط، ولكن هو حلو قوي فرق معايا في نفسيتي. وعلى فكرة يا بنات والله العظيم ما هي بالقصور ولا بالحاجات اللي بتبقى واو. ممكن يكون مطبخك بسيط بس انتي حرفيا مرتاحة فيه نفسيا، يعني انتي نفسيتك مرتاحة فيه. فطبعا هو لا بالقصور بقى ولا بالحاجات اللي بتبقى بقى واو وكده، اهم حاجة الراحة النفسية. يعني في ناس كتير عندها مطابخ ما شاء الله وشقق ما شاء الله عليها، بس ما فيش راحة، والله ما في راحة. فالحمد لله على كل حال يا بنات. وطبعا انا بحب مطبخي بكل مقاييسه بكل حاجة فيه، كل ركن فيه، شقتي كلها الحمد لله ربنا يبارك فيها. واهم حاجة رضا يا بنات، هترضي فكل حاجة بالنسبة ليكي هتبقى احلى حاجة في الحياة وفي الوجود وفي الكون ده كله. اهم حاجة الرضا بس من عند ربنا كده. وزي ما قلت لكم يا بنات هو تغيير بسيط كده ولكن فرق معايا جدا. تغيير حلو صراحة في كل حاجة، يعني ممكن تكون مش حاجة جديدة، ممكن يكون عملتها قبل كده، ممكن يكون تغيير بسيط اللي هو ايه زقيت او جبت المطبخ الخشب هنا جنب التلاجة، ولكن بجد فرق في نفسيتي. وطبعا ده كان فيديو النهاردة، مع السلامة.